السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راجع لكم مقطع جديد يا شباب، تجربة تويوتا كامري 2003. بس قبل التجربة، قبل كل شيء نبي نعطيها كم تضبيطة حلوة، استيكرات وقياس حركات وفين الزينة، وبعدين ناخذ عليها تجربة ونتكلم عن كل شيء عن كامري 2003. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك. طيب يا شباب، زي ما تشوفون ما شاء الله تبارك الله، خلصنا ناقصها بس لمسات خفيفة زي غطا شنكار واشياء بسيطة. فما شاء الله تبارك الله بالطيس شكلها ما شاء الله تبارك الله. والله بالاستيكرات اللي ركبناها بالاستيكرات عامل محطة معكم من عند خوينا، ركبنا العلامات هذه اللي تشوفونها ما شاء الله تبارك الله. طيب ناخذ جولة على السيارة ما شاء الله تبارك الله. الطيس على حقة 2003 تختلف عن 2006. 2006 تيجي غير، تختلف عندي ما شاء الله تبارك الله. اسمها صفرتها ما شاء الله تبارك الله، ذكر الله وفلحت. هذه لفة على السيارة الحين، لفة بسيطة. السيارة مغبرة، امطار ما شاء الله تبارك الله الجو. شوفها من الداخل ما شاء الله تبارك الله. سجلها مغير، داخليتها ما شاء الله تبارك الله، ذكر الله وفلحت. اللي وراه ملبسة سنة لينا داخليتها كذا عادي، هو تو شاريهم بينها تلقيطات بسيطة داخلياتها برضه وخلاص. تجي درج هنا، هذا والله ما ادري وش وجهها معروف بالكامري ما شاء الله تبارك. التحكم بالمكيف، سجلها الوكالة يختلف، ساعة برضه تيجي شماسات، ثنتين انوار الوسط. طيب نشوفها من ورا ما شاء الله تبارك الله، حقت طفاية، التكييف خلفي والساعة من ورا ما شاء الله. نور بالوسط، تكييف خلفي قلنا، تكاية ما شاء الله تبارك الله. داخليتها ما شاء الله ما شاء الله. تحكم الدريشة موندل عادي، اوتوماتيك كلها الأربع ما شاء الله تبارك الله. طيب يا شباب، عندكم عيب مصنعي بالكامري، هذه اللي ملبسها عشان قشرتها ما شاء الله تبارك الله، يبالها بس تلميع. يعني الكامري هذه ما شاء الله يبالها بس لقطات خفيفة وخلاص. هو تو شاريها وتونا اشتغلنا عليها حاجات بسيطة، وباقي بس قاعدين نشتغل عليها، وبينزل لها مقطع اليوتيوب بإذن الله. هذا طلبكم كامري زي ما تسمعون ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ذكر الله وفلحت. بس الله يبارك له. ما قلت لكم تحكم دريشة اوتوماتيك ما شاء الله تبارك الله، تحكم بالقزاز، المرايات، بس الله يبارك له ما شاء الله تبارك الله. طيب هنا طفاية، هنا حق الشاحن ما شاء الله تبارك الله. الحين بنطلع عليها تجربة. هذه كاميرا 11 معروفة، بس الله يبارك له. طيب يا شباب ما شاء الله تبارك الله، ذكر الله وفلحت. عالي فرشراتها. طيب فضي سيارة الكامري كتجربة الحين ما شاء الله كل شيء يختلف عن الكامري حقاتنا ال 11. فأول مرة ترى اسوق كامري 2003، فما شاء الله سواقتها والله مرة حلوة جدا جميلة. تقييمي لها 9/10. والحين أنا قاعد أفكر بكامري 2006 مو 2003، لأنها تختلف فيها اختلافات بسيطة، لأنه يقولون اللي هي الجي اللي هذه اللي فل كامل، هذا اللي أنا فهمته. طيب يا شباب نبي نجرب قوماتها على الأول، بس الله يبارك له. ما شاء الله تبارك الله. تبي تمشي بس شارع عام ما ودك تسرع فيه، لأن فيه أطفال يقطعون الشارع، ولا ودنا نأذي الناس ولا أذي نفسي والله، فالله يكفينا الشر. فما شاء الله تبارك الله. تسمعون صفيرتها ما شاء الله تبارك الله. مكيفها ما يحتاج، الكامري نمبر 1 مكيف. سيارة حلوة جدا جدا حلوة. فيا شباب لو شفتوا شيء غلطنا شيء لا أحد يشرح، يعني لابد أننا نغلط. سيارة أول مرة أجربها والله، فأنا أعطيكم الشيء اللي أنا أعرفه. مع الفلاش الطبلون مو واضح، إضاءته بيضة فما يوضح مع الفلاش لأني أصور بفلاش. فما شاء الله تبارك الله، ذكر الله وفلحت، جدا حلوة. طيب يا شباب نجرب قومتها الثانية الحين ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله.
تونا لاحظ عليه بالريوس يا الصوت ما شاء الله، صوت حساسات تونا ندري عنها. طيب شباب خلينا نشوفها من وراء وسعة. قلنا وسعة ممتاز، فمراتبها ما شاء الله تبارك الله. فهذه جلد لو يفككها رجعت زي اللي قدام، شوفوا اللي قدام كيف ما شاء الله تبارك الله. يعني اشياء بسيطة يبالها تلميع وتطلع اسهل. وقلنا تجيني هيك حقت الابواب الدرايش هذه باقي لها حق الطفايات، يبي لها تلقيطات بسيطة باذن الله السيارة ذي وتطلع زي العسل ما شاء الله تبارك الله. يعني زي ريش مكيف يعني اشياء بسيطة جدا. فكانت يا شباب تجربة بسيطة للكامري، فهذا اللي احنا اعطيتكم اللي انا عارفه، غلطنا لا احد يشرح. فما شاء الله تبارك الله كشافات معليش، قياس، مرايات سود، علامات، فما شاء الله تبارك الله. عسى الله يبارك له يعطيه خير ويكفيه شره. فهو تو طايح بالكوامري قاعدين نشتغل معه، استيكرات وحركات، اللنتل ما شاء الله، ازياء تجي نيكل والشوف اشارات من الرفارف. فعسى الله يبارك له يعطيه خير ويكفيه شره. يبي له بس لقطات بسيطه تطلع ما شاء الله، يعني الداخليه ما يبي لها شيء واجد. فعسى الله يبارك له ويعطيه خيرها ويكفيه شر. بعد هنا وصلنا نهاية المقطع، فلا تنسوا الاشتراك واللايك والكومنت، ترى كومنتاتكم تحفزنا استمرار ومشاهدة سعيدة للجميع.